ألف مبروك للهلال الزعيم وصوله لدور ال 16 في بطولة العالم للأندية في أمريكا. الهلال فجر اليوم حقق النتيجة القوية جدا وفاز على باتشوكا المكسيكي 2-0 عشان الزعيم يوصل للخمس نقاط ويدخل دور ال 16 رفقة مين بقى؟ ريال مدريد. الريال عملها هو الآخر وفاز على سالزبورج النمساوي 3-0، فتصدر الريال المجموعة وصعد وخد معاه الهلال اللي قدم أقوى العروض الحقيقة واللي شرف الكرة الآسيوية والكرة العربية وقدم نموذج رائع جدا في البطولة. انزاجي المدير الفني للهلال واللي جه قبل البطولة بأيام قليلة قال إن احنا مش جايين بنهزر ولا جايين نشارك مشاركة خفيفة، لا احنا هدفنا وطموحنا نوصل لأبعد نقطة. الهلال ممكن ينافس على كأس العالم للأندية. خلينا أقول لكم قرعة دور ال 16 مين هيخبط مع مين ونشوف مين هيقدر يعدي ومين هتبقى صعبة عليه شوية. هيبدأ دور ال 16 ده على طول يوم السبت. بكرة السبت في ماتشين الساعة 7 بالميراس وبوتافوجو، وبعديها على طول الساعة 11 مساء بنفيكا ضد تشيلسي. باريس سان جيرمان هيلاعب انتر ميامي. احنا عمالين نشوف اخواتنا اللي كانوا معانا دول اخبارهم ايه. فانتر ميامي وميسي هيلاعبوا باريس سان جيرمان 7 مساء الحد، وبعديها فلامينجو هيلعب مع بايرن ميونخ 11 مساء الحد. يوم الاثنين في ماتشين، انتر ميلان مع فلومينينزي البرازيلي ده الساعة 10، ومانشستر سيتي ضد الهلال الساعة 4 فجر الثلاث. يبقى يا عم سالم يا دوسري اجهز ونام وريح دماغك كويس، ويا رب تشفى وتكون كويس علشان تقود أحلام الزعيم ضد مرموش والمان سيتي 4 فجر الثلاث. الساعة 4 فجر الثلاث المواجهة القوية والشاقة للزعيم في مواجهة مانشستر سيتي صاحب أفضل النتائج في البطولة حتى الآن، واللي محمد علي بن رمضان النهارده وانا بكلمكم مواقع دوليه بتتكلم على انه بورتو البرتغالي وانتر ميامي الامريكي الاثنين مهتمين بمحمد علي بن رمضان، والاثنين عايزين يقدموا عروض للنادي الاهلي اللي ضم محمد علي بن رمضان بعد اول ظهور لبن رمضان مع النادي الاهلي. هو ده التميز في استخدام الصفقات. جبت اشرف بن شرقي، اديكم شايفين اندماجه السريع مع الفريق واضافته الفنيه العاليه للاهلي. اشرف بن شرقي النهارده موجه رساله لجماهير النادي الاهلي الحبيبه وبيقول لهم كان لكم دور كبير جدا في مساندتنا ودعمنا، بنعتذر لكم على اللي حصل وبنشكركم على ان انتم كنتوا السند الكبير لينا، ونعدكم انه اللي قادم افضل ان شاء الله تعالى. الاهلي حدد 10 مليون دولار للاستغناء عن وسام ابو علي. الاهلي ما سعرش حد وما عندوش تسعيره يتكلم فيها، يعني انا مش في سوق الخضار، مفيش حاجه اسمها حطيت تسعيره لده، لا. الاهلي الهدف الاساسي بتاعه دلوقتي الحفاظ على قوام فرقته، الحفاظ على قوام فرقته لتحقيق اهداف وطموحات جماهير وناديه. اي عروض تيجي هو بيناقشها، بس بيناقشها من باب الحفاظ على قوام الفريق وعلى الهاي كواليتي او الجوده العاليه بتاعت اللعيبه، وايضا عشان يحافظ على استقراره. مش معنى ان انا جالي عرض معناها ان انا وافقت، فانا ما عنديش تسعيره معلنه مسبقه لاي لاعب. ده كلام في الاعلام لكنه على ارض الواقع مش موجود، ومفيش حد بيحط تسعيره للاعيبته. يعني لو جالي كذا فيها بيعه، طب ممكن يجي لك اكتر، طب وليه تبيعه؟ ما انت لو بعته هتجيب مين بالكواليتي ده وبالقيمه ديت؟ انت ممكن تبيعه في مرحله تاليه. يعني اتمنى انه يكون الهدف بتاعنا دلوقتي تحقيق الدوري ودوري الابطال والعوده لكاس العالم للانديه. كل ده يتحقق ان شاء الله تعالى من خلال موسم واحد بس، هو الموسم اللي هيبدا. لو ركزت ان انت تاخد دوري الابطال اللي هتشارك فيها رفقه بيراميدز، هيبقى عندك فرصه كبيره، او ضمنت وامنت المشاركه
في مونديال 2029.